كما قلت هذه مباراة الصداقة، وكتعرفوا بأن كرة القدم عندها واحد الرسالة نبيلة، يعني هي رياضة نبيلة لأنها رياضة سان سبور ديكيب، وبالطبع هذه الرياضة كتخلي أن يعني اللعب كفريق مهم جدا، وبالطبع بدايه هذه اللقاءات الاقتصاديه الدوليه هنا في مدينه مراكش بهذه الطريقه إلا رساله للمحبه وللتعاون وللصداقه ما بين الدول وما بين المؤسسات الدوليه، وهذا الشيء اعتقد هذه هي الرساله يعني اللي مهمه اللي خرجت من هذه المباراه. ثانيا ما ننساوش بان هذا اللقاء كانوا حاضرين فيه اطفال يعني ضحايا الزلزال اللي عرفته الجهه، وبحد ذاته هي كذلك طريقه باش يعني ننسيهم من ذاك الهم اللي كانوا كيعيشوه. هي رساله حب لهذه الاطفال، كنعرفوا بانهم فاش كيشوفوا اللعابه والد الكراكي بالضبط كيفرحوا، فكانت في الحقيقه غير واحد القوس اللي كذلك بغينا نتقاسموا مع هاد الاطفال باش ينساو شويه الهم اللي عانوا هاد الاسابيع القليله، وبالطبع المسار مستمر باش يكون اجتهاد مجهود جبار والمعقول. الحمد لله بلدنا الحبيب، هذا البلد الشريف، هذه المملكه المغربيه، لهذه الدوله الامه اللي كيقودها وكيدبر شؤونها قائد عظيم. وفي ايام قليله احنا كنتواجدوا في مدينه مراكش بطبيعه الحال في هذا الملعب الجميل بهذه المناسبه ديال الاجتماعات السنويه ديال البنك الدولي، وهذا له دلالات كبيره غير اللي ما بغاش يفهمها صراحه. وبطبيعه الحال حنا يعني نعطيو عينينا لبلادنا، وفيما يخص كأس العالم 2030 المغرب كان دائما عنده هيبة وعنده قيمة وعنده عنده حضور دولي، ولكن بهذا تنظيم كأس العالم 2030 جلالة الملك حفظه الله يعني دخل المملكة المغربية في يعني مع كبار العالم. واش غادي نقول لك، يعني واحد الحلم اللي كنا كنتسناو هذه السنين اليوم الحمد لله تحقق، كنعيشوا يعني حدث تاريخي. اش نقول بان شكرا سيدنا، شكرا جلاله الملك، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه والمزيد من التألق ان شاء الله بحول الله. هذا حدث رياضي كبير بوجود ديال الناس ديال الاقتصاد والمال في مراكش اللي هذه سابقه، لانه 50 سنه ما دار في شي دوله عربيه الا في المغرب. بالاضافه للفرحه ديالنا باستضافه المغرب لكاس العالم 2030 بقياده المولوي ديال صاحب الجلاله حفظه الله ونصره، وكذلك ديال السيد رئيس جامع القجاع والناس اللي معاه، وكذلك التجنيد ديال المواطن المغربي اللي كان دائما باسيوني وشغوف بانه باش المغرب ان شاء الله يحققوا واحد التظاهره رياضيه عالميه كبيره اللي هي كاس العالم، اللي كنا هذه تقريبا من 94 وحنا كنقدموا الترشيحات ديالنا، تجاب الله التيسير في 2030. فاليوم هذا احتفال عائلي في جو رياضي كبير في مدينه مراكش بحضور ديال الجماهير كبيره، خاصه الدراري الصغار والدريات الصغار، وهذا شيء كيفرح. نتمنى هذه الاجواء الرياضيه تعمم وتعاود في جميع المحافل الرياضيه ان شاء الله. On a essayé d'amener beaucoup d'émotions pour les enfants qui étaient présents aujourd'hui. Je pense que c'était sympa, on a fait un bon match, on a bien transpiré. Il y a eu un mix dans les équipes, ça fait plaisir aussi de revoir des personnes depuis longtemps, mais ça s'est très bien passé. Le plus important, c'est les enfants. Avec ce qui passait, ça joue sur leur morale et aujourd'hui, on espère qu'on leur a amené un peu de bonheur.
voilà, c'est le début de beaucoup de choses. Il y a le FEMILA et la Banque mondiale pour cette semaine. Donc voilà, on espère que ça a très bien démarré. Et alhamdoulilah, on a la Coupe du Monde en 2030, on a un cap qui est dressé. J'ai eu des frissons après le discours du roi, quand on a eu reçu la Coupe du Monde. C'est juste extraordinaire. Moi, quand j'ai choisi le Maroc et quand je suis venu m'installer ici, c'était sans arrière-pensée. J'adore mon pays, j'aime bien. Et quand le roi nous amène que du bonheur comme ça, je regrette aucun choix que j'ai fait.